السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الساعة 2:05 ظهر يوم 6 أكتوبر سنة 1973 بدأت الضربة الجوية الأولى للجيش المصري تزامنا مع عبور الموجة الأولى للمشاة، واللي ساهمت في تحطيم خط بارليف، وسيطرنا على من 6 ل 8 كيلو في عمق سيناء بعد 5 معارك هجومية ناجحة. وتحقق الإنجاز ده عزيزي المشاهد بأقل الخسائر، ووفقا لحصر الخسائر عزيزي المشاهد كانت عبارة عن 5 طيارات مدمرة و20 دبابة و280 شهيد. أما العدو الصهيوني فخسر حوالي 25 طيارة، وتم تحييد سلاح الجو الإسرائيلي، فاضطر العدو للخيار الأصعب وهو المواجهة البرية. علشان كده خسر حوالي 120 دبابة وحوالي 500 قتيل، لأن المعارك اللي قبل كده عزيزي المشاهد كانت معارك خاطفة، يجي يضرب بالطيارات ويخلي المناطق اللي موجود فيها جنود، وبعد كده القوات الأرضية تيجي تحتل المنطقة. لكن مع ظهور سلاح الدفاع الجوي المصري تم تحييد السلاح الجوي الإسرائيلي. والكلام ده كله عزيزي المشاهد كان يوم 6 أكتوبر بس. وفي يوم 7 أكتوبر تقدمت القوات المصرية بعمق من 10 ل 12 كيلومتر